السلام عليكم. بغيتو باش تبردوا في هذا الصيف، انا اليوم جيت وجبت معايا كلاص الخلاط العجيب بلا طراب كهربائي ولا كريمه سائله، غير بثلاثه ديال المكونات. كيجي كلاص راقي وكينافس المحلات. تقدموه للضيوف ديالكم وتحمروا به وجهكم. كنصحكم تجربوه، ما غاديش تندموا، ومن نهار غادي تجربوه عمركم مازال تشريو. كيجي لذيذ، ما تشبعوش منه، كلشي غادي يحماق عليه. والله يحفظكم ويسر اموركم. غير ما تبخلوش عليا بلايكاتكم وتشجيعاتكم من اجل الاستمرار. ولا كنتم من المشتركين الجدد، كنتمنى من كل قلبي تنضموا لقناتي وتفعلوا الجرس باش هكا تبقاو توصلوا بكل جديد، وهذا بطبيعه الحال فضلا وليس امرا. يلا ما نزيدش نطول عليكم اكثر وندوزو مباشره للمكونات وطريقه التحضير وفرجه ممتعه. نتوكلوا على الله ونبداو الوصفه ديالنا كيف العاده، ونقولوا بسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي نوجد المول ولا اي اطار متوفر عندكم. كيف شفتوا معايا هذا الاطار الدائري ولا مربع ولا بالشكل اللي بغيتو. المهم انا بالنسبه لي غادي ندير هذا المول اللي كيتحل من الجوانب. تقدروا الا ما بغيتوش ديروا الكلاص بالشكل اللي شفتوا معايا في بدايه الصوره، غادي توضعوه غير في علبه وتحتفظوا به في المجمد وتقدموه كيف ما بغيتو. المهم هنا ضروري ما نغلفوا المول ديالنا بالبلاستيك الغذائي. بالنسبه لي انا غادي نغلف غير القاعده ديال داك المول، غادي نغلفوه مزيان ونجبدوا داك البلاستيك حتى ما كيبقاوش لينا عندك التنياس ديال البلاستيك الغذائي. بهذا الشكل هذا كنتحصل عليه، لان فاش غادي نوضعوا الكلاص ديالنا هذاك الجهه التحتانيه هي اللي غادي نقدموا منها. صافي في هذه المرحله كنحط المول ديالي على جنب وندوزو نحضروا الوصفه ديالنا. كيف ما قلت لكم في بدايه الفيديو غادي نحضرها غير بالخلاط الكهربائي بلا طراب كهربائي. غادي نحتاج فيها واحد نصف لتر ديال الحليب اللي شوفوا معايا في الصوره، راني وضعته في المجمد من قبل باش هكا نتحصل عليه جامد ودغيا دغيا كيطلع ليا. غادي نحتاج معاه جوج العلب ديال البسكوي، اي نوع ديال البسكوي كتفضلوا. بالنسبه لهذا البسكوي كيوزن 42 غرام. نتوما تقدروا تختاروا اي نوع، ماشي بشرط هذا النوع اللي درت انا، تقدروا ديروا حتى ديال الشوكولا ولكم الاختيار. المهم كتبقى كفكره يعني كميه ديال البسكوي تقريبا واحد 80 غرام ديال البسكوي، النوع اللي كتفضلوا نتوما. صافي كنوضع الكل في الخلاط الكهربائي وكنطحن هاد المكونات. ضروري الحليب مع البسكوي يطحن لكم مزيان. علاش قلت لكم الحليب يكون بارد؟ باش هكا ملي غادي نوضعوا المكون الثالث ما غاديش ياخذ معنا وقت طويل باش غادي نخلطوه. انا كيف كتلاحظوا معايا راه كنطحن البسكوي مع الحليب دغيا دغيا كيطحن ليا، كنتحصل عليه بهذا الشكل هذا. ومباشره انا وريته لكم في الصوره كيف كتلاحظوا، راه طريقه سهله وبسيطه، وصدقوني هذا الكلاص كيجي من اروع ما يكون. هنا بالنسبه للمكون الثالث غادي نحتاج هاد لاموس ديال الفاني اللي كتوزن 110 غرام. تقدروا ديروا النكهه اللي بغيتو سواء ديال الفاني، شوكولا، فريز، مهم لكم الاختيار. كنديرها وكنوضعها في الخلاط وكنبقى نطلع في هذه الكريمه ديالي. بالنسبه هنا كيبقى لكم اختيار، ما بغيتوش تطلعوا في الخلاط الكهربائي وعندكم الطراب عندكم الطراب في الدار، غادي تفرغوا داك الحليب مع البسكوي، تفرغوه في واحد الاناء وغادي تضيفوا عليه ديك العلبه ديال لاموس ديال الفاني او اي نكهه فضلتو، وغتطلعوها بالطراب الكهربائي. انا شوفوا معايا راه خليت لكم الفيديو كيف ما هو. انا كنطلع في الكريمه ديالي غير في الخلاط حتى كتبدا تعقد ليا بهذا الشكل هذا. راه طريقه ناجحه وسهله بالنسبه للناس اللي ما كيتوفروش على الطراب الكهربائي. صافي من بعد ملي كنطلع الكريمه ديالي كنحيد داك الخلاط وغادي نجيبو مباشره المول ديالنا. غادي نجيب المول، غادي نوضع فيه نصف الكميه ديال الكريمه. كيف كتلاحظوا بالنسبه لي انا كل واحد غادي يزين الكلاص ديالو بالطريقه اللي كيفضل، وهذا الشيء اللي غادي ندير معكم دابا كيبقى اختياري. المهم كنفرغ نصف الكميه، كنقادها بواحد السباتول، وتقدروا ديروا حتى جوج ديال الطبقات ديال الكلاص. انا فضلت ندير غير طبقه واحده. وهنا كيف كتلاحظوا جبت واحد الكميه ديال البسكوي اللي غادي نقطعها ونديرها في الوسط ديال الكلاص، لانني خليت واحد نصف الكميه من الكريمه. انا كنقطعها بهذا الشكل هذا، كتعطي واحد المذاق رائع جدا. وكان عندي واحد شويه ديال الكركاع حتى هو درته في الوسط. الوليدات ديالنا كيعجبهم يكون شي حاجه مفاجاه لداخل، وحتى للضيوف تقدموه بوجهكم احمر. صافي كنجيب الكميه الاخرى ديال الكريمه، الكميه الثانيه. تبارك الله راه كيحط لينا تقريبا واحد الكيلو ديال الكلاص. المكونات اللي هي بسيطه وسهل دغيا كيتحضر. صافي نوضع ديك الكريمه وكنحاول نبسطها فوق داك البسكوي والكركاع باش ما يبقاش يبان لينا من الفوق. صافي وكنقاد الوجه ديالها
وكنجيب البلاستيك الغذائي وكنغطي على المول ديالي اولا الاطار ولا اللي بغيتو. كيف ما قلت لكم ما بغيتوش ديروا هاد العمليه تقدروا ديروه غير في علب بلاستيكيه وتوضعوه في المجمد وتستعملوه بشكل عادي. لكم الاختيار، بغيتو تقدموه للضيوف ديالكم راه غتستعملوا هاد الطريقه. صافي كنغطي عليه وكنخليه ليله كامله في المجمد حتى كيبرد معنا مزيان ضروري تخليوه حتى كيبرد. عاد باش غادي نخرجوا باش نزينوا معكم ضروري غنخلي لكم جميع الخطوات. من بعد ما خليته انا ليله كامله خليته حتى كيبرد مزيان، الكلاص ديالنا راه واجد. دابا هنا كنجيب واحد الزليفه فيها الماء سخون وغادي نحتاج واحد الفيطه وغادي ندوز غير من الجوانب ديال المول ديالي كيف كتشوفوا معايا هكا باش كيسهل علينا دغيا كنحيدوا داك الاطار من بلاصتو. صافي كنجيب واحد الموس كندوز غير واحد شويه من الجوانب كنحل الاطار ديالي ودغيا كيتحل. راه صراحه نجا نقول لكم راه كيجي واحد الكلاص عجيب كيجي بنين بزاف. وكما شفتوا معايا راه مكوناته اللي هي بسيطه. هنا مباشره كما قلت لكم في البدايه راه غادي نديرو في الوجه اللي كيكون من الاسفل هو اللي غادي نديروه من الاعلى. كنقلبوا ودغيا كنحيدوه. ملي كنديرو داك البلاستيك الغذائي دغيا بسهوله كيتحيد لينا الكلاص من المول. صافي بالنسبه للتزيين هنا غتزينوا بداكشي اللي بغيتو. انا متوفر عندي هاد الفويتين زينت به الجوانب. تقدروا تزينوا بالبسكوي مهرمش. درت واحد جوج القطع ديال البسكوي ديال اوريو سيجار. المهم داكشي اللي كان متوفر عندي زينت به. عندي هاد لاصوص كراميل جاهزه تقدروا تحضروها حتى في المنزل. انا غير ما بقاش ليا الوقت كنت بغيت نحضرها معكم وسبق لي حضرتها معكم في وصفات عديده. المهم كيجي بهذا الشكل هذا كيجي راقي والمذاق ديالو كيجي من اروع ما يكون. كنصحكم فعلا تجربوه. راه من نهار غادي تجربوه راه عمركم مازال باقي غادي تشريوه لا من المحلات لا من اي بلاصه. يعني تحضروه في داركم وعارفين شنو دايرين فيه وهكا نتوما غادي تفنوا ان شاء الله في التزيين. كيبقى لكم الاختيار التزيين ديالكم ديروه باش ما بغيتو. كما قلت لكم حتى النكهه ديروا بالفاني بالفريز بالشوكولا لكم الاختيار. هنا قطعت معكم واحد الطريف باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. كيجيو دوك القطع ديال البسكوي القطع ديال الكركاع كيجيو باينين وكيعطيو واحد المذاق اللي هو هائل جدا. هنا كنوضعوه في واحد الطبيسيل راه باقي مطلق ليا شويه. يعني فاش كتبغيو تقدموا كتخرجوا قبل واحد شويه من الثلاجه عاد باش كتحطوه. هنا قطعت معكم واحد شويه باش تشوفوه راه كيجي من اروع ما يكون. لذيذ بزاف. انا وليداتي كيحماقوا عليه. كنصحكم حتى نتوما تجربوه وتخليوا لي دائما تعليقاتكم الرائعه اللي كتفرحوني بها دائما والاشتراك في القناه والضغط على الجرس باش هكا يبقى يوصلكم كل جديد وتبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء لتعم الفائده. ما تخليوش يوقف عندكم ودائما ما تنسونيش من اللايك الزوين ديالكم غير من باب التشجيع. يلا خليتكم على خير الى فيديو جديد ان شاء الله في حفظ الله ورعايته.